أضحك وأبكى وأمات وأحيا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانه، العذراء أنجبت والرضيع نطق والعاقر حملت، ورد بصر يعقوب بعد طول غياب، وجمع يوسف بأبيه بعد أن قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله عز وجل. أيها الأكارم، أتحدث في هذه الدقائق عن البعض نسى أنه سيسأل عن الآباء والأمهات. والله لنسأل عن الآباء والأمهات، ونحن في عزاء أمي يا أمة رسول الله. سيدنا عمر الذي كان النبي عندما يراه يقول إيه يا ابن الخطاب، يتعجب ما رآك الشيطان في فج أي في طريق إلا سلك طريق غير الطريق الذي تمشي فيه يا عمر. عمر الذي كان كثير البكاء وكان خائفا من الله ليلا ونهار، وكان دائما يقول يا ليتني لم تلدني أمي. لما مات وكان العباس يحب عمر بن الخطاب، والعباس عم النبي، صل على سيدك رسول الله، والعباس عم النبي، فتمنى بعد موت عمر أن يسأله ماذا فعل مع الله، فانتظر ليلة فلم يأتيه عمر في المنام، وانتظر أسبوع فلم يأتيه عمر في المنام، وانتظر شهر فلم يأتي عمر له في المنام، وانتظر عام، وبعد عام جاء عمر وعليه العرق، فقال الآن انتهيت من السؤال، سألني الله. يا أكارم، كلنا نسينا أننا سنسأل عن الآباء والأمهات. اعلم يا من وحد الله عز وجل أن الله عز وجل أمرنا أن نكون عند الآباء، فقال واخفض لهما جناح يا مولانا جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. المعنى كن دائما أمام الأب والأم ذليل. الله أكبر. اسمعوا يا شباب الأمة، اسمع يا من يعمل رجل على أبيه وعلى أمه، اسمعوا أيها الناس، كن دائما عند الأب والأم ذليل. هذا كلام الله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال أهل العلم يكون العالم عند أبيه وعند أمه جاهل. الله الله. أي إذا وقف أمام الأب والأم، ونحن في عزاء إذا وقف العالم عالم العلماء أمام أمه لا يقول أنا الشيخ ولا أنا العالم، إنما جاهل عند أبيه وأمه يا أمة رسول الله. وإذا كان غني
يقف أمام الأب والأم فقير، وإذا كان عزيز يقف ذليل، وإذا كان قوي يقف ضعيف. زين العابدين وهو من نسل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، رآه أحد السلف يقف أمام أمه خائفا مريضا، قال له: أنت مريض؟ قال له: لا. قال: رأيتك مريض أمام أمك. قال: نعم، أكون عند أمي ذليل، لا أرفع صوتي ولا أرفع عيني. من زمان انتشر فيه العقوق. ألم تعلم بأن أكبر ذنب بعد الشرك، انت عارفوا ايه أكبر ذنب وأكبر كبيرة بعد الشرك؟ عقوق الأمهات، عقوق الأمهات. ألم تعلم بأن الأم مثل العمر؟ الأم مثل العمر. اسمعوا يا شباب، والله وأنا أقسم بالله لن تعرف قيمة الأم إلا بعد موتها. حتى لو كنت غني، حتى لو كنت ضعيف، حتى لو كنت حاكم، حتى لو كنت عالم العلماء، لن تعرف قيمة الأم إلا بعد موتها. ستفقد كثير، فقدت الرحمة والعطف والحنان والود، فقدت الدعاء المستجاب. الأم مثل العمر، لا تتكرر إلا مرة واحدة، والعمر مرة واحدة يا أمة رسول الله. الأم احفظوها مني، الأم مثل العمر، لن تتكرر الأم في حياتك. لي زوجة واثنين وثلاثة وأربع، وإن مات الأربع أو طلقوا أتزوج خامسة وسادسة، ولي ولد ولي اثنين من الأولاد. أما الأم فهي مثل العمر. اسمع ماذا قال لك الله: عبدي جعلت لك قرار في بطن أمك، وجعلت لك متكأ عن اليمين في رحم الأم، ومتكأ عن اليسار. فأما الذي على اليمين فهو الكبد، وأما الذي على اليسار فهو الطحال. مرة تنام في الرحم على الكبد، على كبد أمك. لهذا الأم تقول: يا كبدي، يا كبدي، يا ضناي، يا لحمي، يا دمي. نعم، اعلموا أن في رحم أمي نبت دمي، في رحم أمك نبت دمك وعصمك ولحمك وسمعك وبصرك. وأسأل الله ونحن في عزاء أن يجعل هذه الليلة أسعد ليلة مرت عليها، وأن يرزقها الآن فراش من الجنة هي وأمهاتنا وموتانا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا أحسن ليلة مرت عليها. هذا ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.